عمرو بن الجحش كان حاطط أكله جنب النهر في المكان اللي بيحبه، وكان قاعد مستمتع بالأكل والهواء المنعش في الأيام الحارة في مدينة البصرة. عمرو كان بيشتغل طول اليوم في سوق الوراقين، كان بينسخ الكتب وبيصححها. في اليوم ده قبض مبلغ بسيط من الدراهم، صرفه كله عشان يجيب أكلة ويقعد جنب النهر ويريح جسمه وعينيه من تعب اليوم. لكن أول ما بدأ ياكل وقف قدامه شيخ كبير في السن وقال له بشفقة: يا للفتى المسكين، ازاي تقعد لوحدك وتاكل من غير ما حد يونسك؟ عمرو رفع راسه وشاف الشيخ اللي كان مهيب ومحترم وقال له بأدب: اتفضل معايا. الشيخ نط بسرعة وقعد قدام عمرو والأكل كان ما بينهم، وبدأ يمصمص شفايفه وقال: صعبت عليا يا مسكين، أنا مشفق عليك عشان أنت وحيد، تخيل لو وقف في بقك لقمة.